بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل الكلام عن العقيدة السابقة في مصر القديمة. وزي ما قلنا إن هي العقيدة كانت في البداية من كتاب خاص بيهم. كان في نبي ليهم هو أوزير، وكان في عقيدة ممكن يبقى فيها بعض المظاهر طبعا التوحيدية، لأن هي دي زبر الأولين وعلوم الأقدمين اللي هم الناس اللي هي ما بال القرون الأولى، اللي هي كانت قبل الطوفان أو قبل أي شيء ذكر بعده الشرائع السماوية اللي هي الخاصة بذرية نوح، اللي هي أصبحت بعد ذلك موصورة في ذرية نوح. فبنقول إن العقيدة بتاعت السابقة دي هي عقيدة تم تحريفها بعد موت أوزير مباشرة من الكهنة نفسه. يعني الموضوع ما كانش في علماء الغرب، ولكن علماء الغرب لما جم مسكوا المتون الأهرام ووجدوها أخفوا بعض تفسير للنصوص اللي هي موجودة بدون ما يوضحوا لنا هم ليه ما فسروش النصوص دي. فالحقيقة في وسط الرسالة وأنا بعملها بحاول إن أنا أفسر الأشياء اللي هي تركوها بترجمة دون تفسير. وكانت أهم حاجة هي موضوع الأسابيع المقدسة. الأسابيع المقدسة التي رمز إليها برمز النثرو أو علامة النثر، ودي اللي احنا دايما كنا بنعتقد ان علامة النتر دي هي مذكورة بس في التاسوع المقدس. فبنلاقي مثلا 9 علامات لنتر هي تمثل التاسوع. طب ايه هو التاسوع؟ وكنا دايما بنسأل ان التاسوع ده هو عبارة عن اللي هو ال9 عناصر للخلق بتاعت يونو، اللي هي بتبدأ بآتوم وبتنتهي بحور. ولما بنعدهم عد منطقي بنلاقيهم ان هم 10، وبعض الناس أضافوا لهم مثلا دخول نون ورع فخلوهم 12. لكن في الحقيقة في نصوص كتاب سفر خطبة في هرم أوناس وجدت إن علامة النتر لها استخدام آخر فلكي كعد، وده اللي هبدأ أشرحه من خلال النصوص التي تركت باسم تواسيع أو تاسوعين أو تاسوع فقط، بدون ما يشرحوا لنا ما هو التاسوع ولماذا جاء في هذا النص، خاصة اللي بيتكلم عن ظواهر فلكية وأمور طقسية اهتم بها أناس في رحلة العروج المنامي الخاصة. يعني لما بنلاقي هنا الجدار كما هو مرسوم ومضلل بالشكل الأصفر، فبنلاقي هنا طبعا العلامة النتر بتمثل 10 أيام، وجنبها نتر تانية 10 أيام، وجنبها نتر تالتة 10 أيام، مجموعهم 30 يوم. وهو ده الشهر الشمسي اللي هو الذي يحتوي على 3 أسابيع فقط، 10 وليس الأسبوع الحالي القمري اللي هو 7 أيام في 7 في 7 في 7، فبيكونوا 4 أسابيع. وده الاختلاف اللي ما بين التقويم الشمسي القديم واللي هو أصلا النجمي. يعني لما بنقول تقويم شمسي هو تقويم بالأساس هو تقويم نجمي، لأن كان كل يوم بتعتمد على عشريات نجمية، كل يوم له نجوم معينة بتظهر في كل ساعة بيسموها الديكان النجمي. فكان بيحتوي على عملية حسابية خاصة بعلماء الفلك اللي هم الكهنة في مصر القديمة، برصد كل ساعة النجوم واليوم ده النجوم اللي هي ظهرت فيه، فدي بيسموها الديكانات النجمية. فعشان كده هم قسموا الأسبوع الشمسي أو النجمي عشان نكون بردك أصح أكتر إلى 3 أسابيع، كل أسبوع 10 أيام. وهنا اتكررت العلامة دي ل27 علامة. لما بنعمل لها بعد كده في الآخر النص زي ما هم كاتبين الكهنة، تعطى الأوامر للتواسيع والسبعة التي تسمع كلمة الآباء. التواسيع اللي هم ما حددوهاش، ما قالوش تاسوعين ولا 3 ولا 4، هو قالك التواسيع. لما عديناها هنعتبرهم 3 تواسيع، يعني لو قسمناهم هنلاقيهم 9 9 9. مجموعها كلها الأعمدة دي هنلاقيها عبارة عن 27 علامة نتر موجودة. ولو عديناها ك يعني أجزاء وحدات هنلاقيها 9 وحدات بالظبط. يعني هو بيقصد هنا 9 رقم 9 بكل المقاييس
سواء لو ضربنا النتر اللي هي تمثل 10 أيام في العلامات اللي هي ال27 هيطلعوا لنا 270 يوم بيمثلوا 9 أشهر. ولو حسبناها بإن احنا قلنا أدي شهر 2 3 4 باعتبار كل 3 علامات تمثل شهر نجمي أو شمسي، هنوصل إلى وجود 9 أشهر. فهو لو حسبتها هتقولها 9 أشهر، لو عدتها بدون الحسبة هتلاقيها بردك 9 أشهر. يبقى التواسيع اللي مقصودة هنا في المتن اللي هو يعتبر بداية كتاب سفرة حطبت بعلامة الجدمدو اللي هي هشمت في أول عمود كان موجود على ايدينا اليمين، ولكن كان محفوظ في متون هرم بيبي، فعشان كده احنا اخدناها منه. هو ده الحائط الوحيد في الهرم وكل الاهرامات ال9 الباقية اللي هو بدأ بتلاوة جد مدوع. كل الحوائط والجدران اللي جوه الهرم لم تبدأ بجد مدوع. هننتقل بقى بعد ما خلصنا من متون الميلاد في الشرق اللي هي بردك تمثل عبارة عن 24 ساعة، وكانت بدايتها في الممر الشمالي في الهرم. بننتقل إلى المتون اللي بتتكلم عن الحياة. وليه سميناها الحياة؟ علشان هي كان فيها كلمة عنخ كررت أكتر من 24 مرة، معناها بتتكلم عن الحياة، وهي بتلتزم بالجدار الجنوبي وبالحوائط الخاصة بالجدار الجنوبي. وده شيء يعني أكاديمي أوردته في الرسالة، مش هقدر أتطرق ليه علشان ما أشتتش الأذهان، لكن هو بيعتبر اسمه نصوص جدران أو حوائط الحياة. يبقى عندنا في ميلاد جدران الميلاد بالشرق، جدران الحياة في الجنوب، وجدران البعث أو الرحيل الأخروي سواء مناميا أو الموتى النهائية الخاصة بالملك. فإحنا هنا بنشوف إن النص بتاع ال9 شهور اتكرر في جدران الحياة، ولكن ليس بالتبشير بالميلاد الجديد سواء لأناس كملك أو الفيضان الجديد، ولكن بالتحذير من شيء قادم يسمى إياد. فزي ما احنا مثلا بنشوف هنا بيقولك تلاوة كلمة التاسوعات على الأرض ملعونة باللعنة، يعني في لعنة قادمة، وكرر فيها ال27 علامة النتر اللي هي المختصة اللي موجودين على اللي هي اللي فاتوا قبل كده اللي احنا قلناهم يمثلوا ال10 أيام الخاصة بالأسبوع الشمسي أو الأسبوع النجمي. يعني هو أصلا أسبوع نجمي زي ما احنا شرحنا قبل كده. فإيه اللي هيخلي الأرض ملعونة في خلال ال9 شهور اللي هو مفروض شاف فيها أناس الرؤية بتاعته في الطقسة اللي هي الخاصة باليوم الثاني اللي هو بيمثل الحياة؟ لأن هو هنا لها تمثيل فلسفي بأن هو بيمثل ال3 أيام كأنها مراحل العمر، مراحل العمر الأولانية في الميلاد، ثم الشباب اللي هو في الحياة والعنخ، وبتنتهي بالكهولة أو الرحيل أو الحطب اللي هو الأخروي. فإيه الشيء اللي هيكون يجي 9 أشهر 27 علامة نتر تكون فيه الأرض ملعونة كما هي موجود ومظللة باللون الأصفر؟ نفس الشيء موجود استشرفه أو رآه في الرؤية المنامية الملك أنس. هنقرأ النص اللي هو بيمثل النص رقم 11 في نصوص العنخ أو نصوص الحياة. بيقول فيها التلاوة كلمة التاسوعات هل الأرض ملعونة باللعنة؟ بنكملها ومحيت الحدود وضمت ضفتي النهر بالجفاف، وتختفي الطرق أمام المسافرين وتتحطم مراقي الصاعدين. وهنا ده دلالة على فناء البشر اللي هم المساعدين والموجودين في السماء بأرواحهم. وألقي الحبل عابرا ضرب التبانة مسقة سك أو مسخة سك في فم البذرة لحقول حبوي اللي هي حقول الفيضان
الخوف على حقولك نجمة إياد فوق عمود يون النجمي، ورأوا عمود الثور كنزت في السماء، وقطيع الثيران مسافة تقطعها أمامه. وده بيوضح مدى الحذر والخوف من اضطراب قادم خاص بالجفاف أو الاضطرابات الجوية والباطشين في السحب والعواصف السماوية. وربما هنا قصد شيء شبيه مثلا بالرياح الخماسين اللي كانت موجودة ومعروفة في المواسم الزراعية في مصر، ولكن أعتقد أن نجم إياد مقصود بحاجة فلكية كان يحذر لها أناس في تلك النبوءة. وده النص رقم 11 في الجدار الغربي الملحق بنصوص الحياة الخاصة بالجدار الجنوبي في سفر أوناس، واللي هو بيتكلم عن لعنة ستصيب الأرض في خلال 9 أشهر. هنلاقي هنا في نفس برضو الجدار اللي هو في غرفة الآخت، اللي هو متون جدار الحياة، اللي هو تحت أسفل الجمالون، اللي هو بيمثل الغرب السماوي أو تراتيل السماء، وفي ما بينهم وبين بعض خط بسيط جدا عملوا الكهنة معماريا تفصل ما بين المتون اللي فوق اللي هو بالجمالون الهرمي والمتون اللي تحتها. فإحنا لسه موجودين هنا في جدار الحياة اللي هو العنخ، اللي بيتكلم عن الظواهر اللي بيجدها أناس أثناء سفره الترحال المنامي والتحذير ليها. وبنجد هنا ان مفهوم النتر تغير، مفهوم التاسوع تغير بالنسبة للي كانوا دايما بيقولوا ان هو تاسوع يونو بيمثل الآلهة او بيمثل المعبودات الطبيعة اللي هي موجودة هنا. لا، هو بيمثل الأسابيع المقدسة. إذن النتر يمثل الأسبوع المقدس في سفر أوناس من الناحية العقائدية أو من الناحية المناخية الفلكية. فبنقول هنا مثلا لما بنشوف زي النص اللي هو هيجي بعد كده، بنشوف فيه ان موجود كلمة اللي هو نسرو اللي هو البيسجو، موجود عبارة عن 9 أعلام بيمثلوا 90 يوم. يعني ايه 90 يوم؟ يعني بيمثلوا 3 شهور نجمية أو شمسية. فبنجد النص واضح بيقول التاسوع اللي هو يعني التاسوع اللي بيمثل 3 شهور يظهر لحور في الأفق كضوء الشمس، كضوء الشمس. طيب يجي بعديه على طول بيقول ان هو ايه بقى؟ يلف له التاسوعين. يلف له التاسوعين ده تعبير مناخي دليل على دوران المواسم والفصول بالتمام. يبقى يلف له التاسوعين بالتمام، الحماية له من تاسوع السماء والأرض. وبنجد هنا التاسوعين مقصود بيهم 6 شهور، لأن لما بنعد العلامات بنجدها إن هي حوالي 18 نتر، بيمثل النتر الواحد أسبوع. يعني هنا 18 موجود عندنا علامة نتر تمثل 10، يعني 180 يوم، يعني حوالي 6 أشهر. يبقى الأولانية التاسوع الأولاني عبارة عن 3 أشهر اللي هو 9 علامات نتر، والتانية اللي هي 18 علامة نتر تمثل 180 يوم، يعني 6 أشهر. يبقى الموضوع هنا ده تأريخ وتوضيح لمواقيت معينة بتتزامن مع الاعتدالات والانقلابات اللي هو كان بيراها في المنام للتبشير بالموسم الزراعي القادم، سواء كان في فيضان أو في كارثة طبيعية سوف تأتي يحذر لها، مثلما حذر من النجم إياد. أو في بعض التفاسير إن هو كان بيحذر من شيء زي متلازمة كانت بتحدث في مصر كل فترة، شبيهة بالرياح الخماسين اللي كانت موجودة في كل المواسم. فسواء التفسير ده أو التفسير ده بيدل على إن السفر كان أصلا هدفه التنبؤ بالمناخ والطقس من خلال عناصر لغوية تترجم بعمليات وأرقام حسابية خاصة بالطقس والمناخ في مصر القديمة والفلك.
وليس لها علاقة بعقيدة توحيد أو أي عقائد خاصة بالديانة والعبادة، لأنهم قدسوا المعبودات التي رأوها في الطبيعة.